ولا زكي. اهلا ممدوح. ايه ده زكي اللي بتعمله ده؟ يالا ازيك يا ممدوح؟ امال ايه حكايه الكابتن اللي انت هريلي بيها في الحته دي؟ ده كلام بس عشان الجيران يحترمونا، ما انت عارف الدنيا كلها مظاهر. شاطر بس تقول لي سافر وانا نايمك ابدع نومه. ما احنا فيها. في ايه يا جدع بلا نيله؟ ما الحكايه باينه ايه؟ وشرفك هتنام في ابدع كابينه. هات شنطتك وتعالى ورايا. على فين؟ كابينه نمره 3 اللوكس فاضيه، الظاهر ما حدش حاجزها، قوم نام فيها. وبعد شويه تنزل انت من المركب وتدبي سنه في مصيبه. الله، اطمن المركب هتمشي خلاص. قوم يلا قوم قوم. ادي العز، هي دي النوم ولا بلاش؟ ناس عايشه. عبدو نعم، تعال افتح كابينه 3 بسرعه. مساء الخير. في عرضك بلاش فضايح. اهدي اعملي معروف. اهدي امسكي اعصابك. امال انت مين؟ انا عبد من عباد الله. حرامي؟ معقول حرامي في وسط الميه؟ ثم حصر ايه والكابينه فاضيه بتنش. الموضوع استهانم وما فيه. انا لازم اسلمك لقبطان المركب. استهانم عليك ما صحش، انا شاب محترم وابن ناس، ثم ان الموضوع ما فيه. مفيش شاب محترم يطلع من تحت السرير. ازاي؟ ده كل الشبان المحترمين بيطلعوا الايام دي من تحت السراير، وده الناس طيبين قوي بيطلعوا من تحت السراير، ثم ان مساله فوق السرير تحت السرير دي مساله ظروف مالهاش علاقه بالاحترام، الموضوع ما فيه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه، ولو نطقت بكلمه واحده هسلمك لقبطان المركب، فاهم؟ اتفضل اطلع بره. انت واقف متنح كده ليه؟ ما تنطق في ايه؟ مش سعادتك قلت لي ما تنطقش؟ وديني بقول لك انطق. لا، ما انا كمان ليا شخصيتي، وفي موقف زي ده لازم حضرتك تحددي وبكل وضوح انطق ولا ما انطقش. في ايه؟ خلصني. ممكن اخد شنطتي من تحت السرير؟ اتفضل خدها وخلصني. انما انت هتنامي لوحدك على سريرين؟ اتفضل بره. اصل الموضوع ما فيه. قلت لك بره. لوحدك على سريرين؟ ده افتراء، والله العظيم افتراء.